السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم على ال MPM وفايل الباكج دوت جيسون. مبدئيا كده قبل ما نبدا اي حاجه كبيره في النود جي اس لازم نفهم اننا عندنا حاجه اساسيه مهمه جدا وهي ال MPM. ال MPM دي اختصار لنود باكج مانجر. ببساطه كده هي عامله زي الستور بتاع النود جي اس باكجز. طيب، تعالوا نفهم الكلام ده واحده واحده. يعني ايه اصلا الباكجز؟ الباكج دي يا شباب عبارة عن مكتبات معمولة قبل كده من ديفلوبرز حوالين العالم. وانت بدل ما تعيد اختراع العجلة من الأول وتكتب كل حاجة من الصفر، لا، بتروح تستخدم المكتبة دي عشان تسهل عليك شغلك في البروجكت بتاعك وتبدأ تعمل البروجكت بتاعك بدل ما تعمل كل حاجة من الصفر. تعالوا كده نبدأ نفتح ال MPM ونسرش مثلا على اكسبرس. ندخل على الاكسبرس، هنا الفيرجنز ازاي نعمل لها انستول، عدد الداونلودز. برضو هنا في دوكيومنتيشن ازاي نعمل انستول الاكسبريس وازاي نستخدمها في البروجكت بتاعنا. طبعا هنعرف قدام الاكسبريس ايه وهنستخدمها فين في البروجكت بتاعنا وكل الكلام ده. بس ده مثال على حاجة احنا هننزلها من ال MPM. وفي طبعا حاجات كتيرة جدا، في ملايين الباكج الموجودة في ال MPM. طيب، تعالوا نفتح ال VS Code بتاعنا كده. مبدئيا كده احنا المفروض قبل ما نبدأ اي بروجكت في النود جي اس نعمله المفروض يكون عندنا فايل اسمه الباكج دوت جيسون. طيب، ايه الفايل ده اللي هو الباكج دوت جيسون؟ الباكج دوت جيسون ده يا شباب، انت ما تعمل بروجكت المفروض ان انت هتبدأ تنزل كذا لايبراري، كذا حاجة هتنزلها عندك في البروجكت وانت بتعمله. المفروض عشان تشتغل لازم لو انت مثلا هتبعت البروجكت ده لشخص تاني هيبدأ يكمل من وراك على الشغل اللي انت عملته او هيشغله على الجهاز بتاعه. المفروض ان هو يعمل ايه؟ هينزل برضو نفس المكتبات، نفس الحاجات اللي انت استخدمتها عشان تشتغل على الجهاز بتاعه. طيب، هو بدل ما يروح يقولك انت نزلت ايه وتقول له انا نزلت الاكسبريس ونزلت مش عارفة ايه وايه وايه، ممكن تبقى حاجات كتيرة جدا. بدل كل الكلام ده وكل حاجة يروح يعمل لها npm install express، npm install مثلا نودمن، على حسب الحاجات اللي انت منزلها. فلا، فايل باكج دوت جيسون ده بمجرد ما هو موجود، انت مثلا وليكن نزلت 15 مكتبة، فهو مجرد ما يعمل npm install enter كده المفروض ان هو هيعمل ايه ثانية كده. المفروض ان هو ما يكون عندنا الفايل ده اللي هو الباكج دوت جيسون. بكده ايه؟ بمجرد ما كتب الكوماند ده كل حاجة انت كنت مستخدمها في البروجكت بتاعك ونزلتها، بكده هتنزل كل حاجة عند الشخص اللي انت بتبعت له المشروع بتاعك. طيب تمام، عشان نكريت بقى فايل الباكج دوت جيسون هنكتب npm init enter. هيبدأ يسألني شوية أسئلة كده. الباكج نيم لو انت عايز تسميها تمام، مش عايز تسميها خلاص انتر. الفيرجن تمام. الديسكريبشن لو انت هتكتب مثلا description learn node، مش عايز برضو تمام. بيقول لي الانتري بوينت هتبقى من فايل index دوت جي اس تمام. عايز تكتب تيست كوماند تمام، مش عايز خلاص. الريبو بتاع الجيت هاب، كل ده احنا مش عايزين. بكده تكريت ايه؟ فايل الباكج دوت جيسون تكريت هنا. طيب لو نفترض، تعالوا نمسح فايل الباكج دوت جيسون. احنا طبعا جاوبنا على اسئله كتيره جدا. لو نفترض ان احنا مش عايزين نجاوب على كل الاسئله دي، احنا موافقين هنضغط يس على كل حاجه موافقين. لو انت موافق على كل حاجه هتكتب npm init داش داش وال، معناها يس على كل حاجه وهيتكريت من غير ما يبدا ايه، من غير ما يبدا يسالك. تعالوا كده يا شباب نجرب ان احنا نعمل انستول لاكسبريس مثلا ونشوفها هي بتظهر ازاي في فايل الباكج دوت جيسون. هنكتب npm او npm install express. طبعا هنا كان قايل لي بنستخدمها كده npm express او npm install express عشان نستخدم ايه الاكسبريس. لاحظوا هنا ظهر ايه اكسبريس والفيرجن بتاعها. وطبعا هنا في النود موديول المفروض ان هو بمجرد ما عملت npm install express هنا عندي النود موديول برضو نزل فيه ايه اكسبريس. فين هي اكسبريس؟ اهي. طيب حد هيسألني يقول لي طب ماشي، ما هو اصلا
المفروض ان احنا مش لازم بقى نبعت له الباكج دوت جيسون، ما هو موجود النود موديول وفيه الاكسبريس وكل حاجه تمام، واي مكتبه انا نزلتها فخلاص كده مش مهم الباكج دوت جيسون، عشان كل حاجه انا عملت لها انستول هتبقى موجوده هنا. يعني لو نفتح الاكسبريس كده، فين هي اكسبريس اهي، فيها ايه؟ كل حاجة تخص الاكسبريس. اقول لك لا، الفايل ده كبير جدا، احنا ما نبعت البروجكت لحد او نرفعه على جيت هاب، احنا كده كده بنحذف في الفايل ده، وده اللي هو بيبقى موجود فايل الباكج دوت جيسون. يعني احنا لو هنحذف ده كده نود موديول، هو كده كده اصلا بيتحذف لما نرفعه على الجيت هاب، ونفترض مثلا ان حد بعت لنا البروجكت ده ومعانا فايل الباكج دوت جيسون. ركزوا هنا، الفايل الباكج دوت جيسون فيه اكسبريس، ومجرد ما نعمل npm install المفروض ان هو هيكريت فولدر نود موديول وهنلاقي فيه ايه؟ الاكسبريس. لو انا ما كنتش كاتبه اكسبريس هنا ما كانش نزل في النود موديول الاكسبريس. طيب كده ايه كده تمام. بعد ما عرفنا تعرفنا على الام بي ام ونزلنا اول مكتبه لينا، لازم نفهم نقطه مهمه جدا، مش كل الباكج هتنزل بنفس الطريقه. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا نوعين اساسيين، الديبندنسي والديف ديبندنسي. الديبندنسي دي يا شباب اما نبدا نخلص خلاص البروجكت بتاعنا ونرفعه والناس تبدا تدخل تستخدمه، فما ينفعش اصلا الناس تستخدم البروجكت من نرفعه يعني في البرودكشن، ما ينفعش الناس تستخدمه من غير الاكسبريس، من غير مثلا كتبنا حاجات في البروجكت معتمدة على مكتبات معينة، في ما ينفعش ان احنا نستخدم البروجكت ده من غير مكتبات معينة. يبقى دي ايه؟ دي احنا بنحطها في الديبندنسي، بننزلها بنفس الطريقة MPMI اكسبريس او ايا كانت اسم ايه، اسم اللايبراري اللي ما ينفعش البروجكت يشتغل من غيرها. طيب ده في مرحلة البرودكشن، يعني في المرحلة الناس اللي هي خلاص عدد من اليوزر دخل وبدأوا يستخدموا البروجكت. طيب في حاجة تانية اسمها الديف ديبندنسي. الديف ديبندنسي دي يا شباب دي المكتبات اللي بتسهل عليك وقت ما انت بتعمل ديفلوبمنت، وقت ما انت بتبدأ تكتب الكود ولسه في مرحلة ايه؟ كتابة الكود. ممكن عادي جدا المشروع اما نرفعه على في البرودكشن الناس عادي تستخدم المشروع بتاعك من غير مكتبات تانية. زي ايه المكتبات دي؟ نودمون. تعالوا نشوف احنا هننزلها ازاي كده. npm i نودمون dash dash save dash dev. هنشوف ان هي نزلت فين. بعد ما نزلت يا شباب النودمون، مبدئيا كده زي ما اتفقنا هنا اي حاجة احنا هنحتاجها في وقت البرودكشن، يعني المشروع مش هينفع يشتغل من غيرها، فلازم ايه؟ بنحطها هنا في الديبندنسي. طيب الحاجات اللي احنا هنستخدمها وقت الديفلوبمنت بنحطها هنا، ممكن نضمن وحاجات تانية معاها. ايه فايدة نضمن اصلا؟ تعالوا كده نعمل فايل كده على السريع بغض النظر عن الاكواد اللي جوه. اما كنا هنا بنعمل سيرفر، بس ده معمول بالاكسبريس، هنتعلمه ازاي نعمل سيرفر بالاكسبريس بغض النظر عن اللي موجود جوه عامة. كنا لو كتبنا node index، قال لي ايه server is running in port، في البورت ده HTTP local host 3000. لو نفترض ان انا عدلت حاجة في الكود وشلت running برضو زي ما هو، فكنا لازم نعمل ايه؟ نقفل السيرفر ونشغل السيرفر عشان ايه؟ اي ابديت ولا اي حاجة في الكود يحصل لها تغير. طيب اكيد مش كل شوية اما نعمل نعدل اي حاجة في الكود هنقفل السيرفر ونشغل السيرفر من الاول، احنا عايزين حاجة تعدل كده على طول بمجرد ما احنا نغير اي حاجة في الكود. هنستخدم ايه؟ نودمن. نضمن index.js بيقول لي server is running on localhost 3000. لو شلت running كده اي حاجة عدلها في الكود هيبدأ ان هو يعمل ايه؟ يقفل السيرفر ويشغله من الاول. فاي ابديت بعمله في الكود بيسمع هنا، يعني هنا رجعت running برضو ايه؟ تمام، سمع هنا. احنا بقى ممكن في فايل package.json نرنه عن طريق النود او النودمن. يعني مثلا هنا ممكن نشيل التست اللي موجودة هنا ونكتب start، هنرن مثلا في ستور بإيه؟ بالنود index.js. نقفل السيرفر
مجرد ما نكتب npm start، المفروض ان هو ايه، ان هو اشتغل عن طريق النود. تعالوا عن طريق النود، عشان هنا قلنا start هنشغله بايه، بنود index.js. تعالوا كده نغير اي حاجة في الفايل، مش هيحصل اي تغيرات. ليه؟ عشان احنا مستخدمين النود. ممكن برضو نشغله عن طريق النود. نكتب مثلا هنا في وقت الديفلوبمنت نكتب div، هيبقى نود من index.js. نكتب هنا npm run div. تعالوا نغير في اي حاجة مثلا كده، هيبدأ يعمل ايه ابديت للتغيرات دي. اشمعنى بقى يا شباب هنا استخدمنا CLS؟ هنا كتبنا npm start على طول مش run، يعني انا لو كتبت run هيشتغل عادي. npm run start اشتغل. طيب npm start بس برضو هيشتغل. هنا عشان كلمة start، لو انا عملت start هينفع ان انا اكتب npm start على طول او npm run start. لكن اي حاجة غير الستارت لازم اكتب npm run، اسم الحاجة اللي انا هعملها هنا. يعني انا لو كتبت npm dev على طول مش هيشتغل، لازم ايه اكتب npm run dev.